عليكم، ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو هيكون فيديو نوعا ما العوده، لان انا غايب بقالي حبه حلوين، مش متذكر قد ايه الصراحه، مش مهتم افتكر، بس حبه كويسين. المهم يعني سبب غيابي لمن مهتم كان هو الامتحانات، وان شاء الله انا خلصت الامتحانات، وايه دي بدايه سلسله جديده، ودي مش السلسله الوحيده اللي انا هبتديها ان شاء الله في القناه، لسه في كذا سلسله، ولكن دي اول سلسله يحتسب هبتديها ان شاء الله، وهي سلسله التجميعات. وهنبتدي من اول تجميعه 5000 جنيه لحد ما نوصل لتجميعه ال 30000. تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صلي على النبي ووحد الله، ولو وراك صلاه يا ريت تروح تصليها تيجي تكمل الفيديو. اقدر اقول لك ان الفيديو ده ممكن اقول لك تقدر تجيب تجميعه ب 4000 جنيه برضو، يعني بحيث ان انت لو معكش 5000، معاك اقل من ال 5000 جنيه تقدر تجيب تجميعه 4000 جنيه. هقول لك برضو عليها في الفيديو ده، يعني ما تقلقش. المهم يعني نفس المواصفات بتاعه تجميعه ال 5000 جنيه هي هتبقى نفس مواصفات تجميعه ال 4000 جنيه، الاختلاف بس في كارت الشاشه. اول قطعه معانا وهو المذر بورد، وهتكون ال H61 بورده لمعالجات الجيل الثاني والجيل الثالث. المعالج اللي انا جبته لها هو الاي 5 3470، معالج كويس يعني، ويحتسب هو اشهر معالج اقتصادي. المهم يعني سعر البورده دي من 500 جنيه ل 600 جنيه، والمعالج من 400 جنيه ل 700 جنيه، يعني تمام يعني. ويعني تقدر ان انت تجيب البندل دي ب 1200 ب 1300، ممكن بعض الاماكن تكون بتبيعها ب 1000 جنيه لو عامله عروض وكده. والقطعه اللي بعد كده معانا، فاحنا هنجيب قطعه واحده بس 8 جيجا رام DDR3 بسرعه 1300 ميجا هرتز، وهتكون متوسط من 500 جنيه ل 600 جنيه على حسب برضو المحلات، وممكن لو هتجيبها من على اوليكس تلاقيها ب 300 جنيه ولا ب 400 جنيه. الكيسه ب 500 جنيه وانت نازل، يعني كيسه ب 500 جنيه فما تحت بقى. لو لقيت اقل من ال 500 جنيه يا ريت، مفيش مشاكل يعني. اهم حاجه يكون فيها مروحه في الظهر، ويكون حجمها كويس عشان التبريد. تخزين HDD 500 جيجا للالعاب والداتا بتاعتك عموما، وهيكون متوسط سعره بين ال 500 جنيه لل 700 جنيه، ويفضل لو معاك زياده في الفلوس تجيب ساعتها SSD 128 جنيه. 128 جنيه الله يحرق اللي انتوا بتشربوه ده، قلنا لك بطل يا عم. SSD 128 جيجا للويندوز بس مش اكتر. المهم يعني هنجيب باور سبلاي 320 واط 80 بلس رونز على الاقل، هيكون 320 واط وب 500 جنيه يعني. اخر قطعه معانا هو كارت الشاشه GTX 650 الواحد جيجا DDR5. الكارت ده متوسط سعره 800 جنيه لل 1000 جنيه. وبس كده يا معلم، هسيبكم مع اختبارات الالعاب وبعد كده نكمل الفيديو. تمام، بعد ما شفت الاداء بتاع التجميع اكيد حددت اذا كانت هي عجباك ولا لا. خليني دلوقتي اقول لك على تطويرات التجميع، كمان هقول لك ازاي تخلي التجميع دي ب 4000 جنيه. مبدئيا كده خلينا في التطويرات. اول حاجه انت تقدر تزود قطعه رام كمان 8 جيجا، تركبها جنب القطعه 8 جيجا فيبقوا 2 في 8 باجمالي 16 جيجا رام. تقدر كمان تزود في التخزين وتجيب SSD 128 فما فوق، وكذلك في ال HDD. تطور في المعالج تقدر ان انت تجيب الاي 7 3470. المعالج ده كويس جدا على فكره، 4 كور و8 ثريدز، ومعالج اقتصادي برضو في الاول وفي الاخر. انت تقدر ان انت بقى، بص هو انا على العموم ما انصحكش ان انت تجيب معالج من الجيل الرابع. الافضل ان انت تحوش الفلوس تجيب معالج من الجيل السادس ساعتها، لان الجيل الرابع اغلى بحبه حلوين من الجيل الثالث، ان انت لسه هتجيب بورده ومعالج كمان، ما فيش فرق كبير ما بينهم يعني، ولا حتى في المونتاج ولا في الالعاب ولا في الاستخدام العادي عموما، مفيش فرق. كمان لو توفر معاك فلوس زي الفل تقدر ان انت تغير الكيسة وتجيب كيسة تحترم بتبريد كويس وب RGB بقى ونور لو انت حابب علشان تنقل للجيل الاحدث، اللي هي البوردة ال 110 ال H110 اللي هي بتاعت الجيل السادس. كارت الشاشة على عموم الباور 320 واط، مش هقولك ان هو يعني افضل حاجة في التطويرات، ولكن انت تقدر تجيب ال RX 550 ال 4 جيجا لو لقيت بسعر كويس، لانه سعره مبالغ فيه. ال GTX 750 Ti ال 2 جيجا. بس قبل ما تجيب الكارت ده انصحك تتفرج على الفيديو ده.
بس تقريبا هو دي اغلب التطويرات اللي ينفع تتعمل. والكروت يعني الكروت المتوفره، انا بقول لك على اسماء كروت متوفره نوعا ما، مش كروت اللي هي نادره اقول لك على كارت مش عارف ايه. طيب يا عم محمد، أنا مش معايا 5000 جنيه وعاوز تجميع ب 4000، اقول لك بكل بساطه هتروح هتشيل ال 650 الكارت اللي انا جايبه لك وتجيب كارت الاي ام دي اتش دي ال 7570 الواحد جيجا الدي دي ار 5 ال 128 بت. وطبعا هتقول لي ايه ده، مش ده 1 جيجا وده 1 جيجا يبقى لازمتها ايه بقى؟ ما ده ارخص، ده ب 500 ل 700 جنيه، يعني تقريبا الفرق بين ال 300 جنيه تقريبا في السعر. اقول لك استنى، الجي تي اكس 650 اقوى بشويه، وده فيها طبعا في فرق السعر اقوى في الاداء الخام، مش شرط الفي رام وبس. لكن يعني انت لو معكش فلوس فكارت ب 500 ل 700 جنيه هيكون كويس ان شاء الله معاك. برضه هسيب لك اختبارات الالعاب بتاعته حاليا. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام عليكم.